طيب سؤال تاني بيقول ازاي احسب السعرات الحرارية اللي جسمي محتاجها؟ طيب في كذا طريقة عشان احسب السعرات الحرارية اللي جسمي محتاجها. في طريقة بنسميها الرنجات، يعني انا ممكن بكل بساطة اخد رقم الكالوريز، رقم الوزن بتاعي، واضربه في رينج من 25 ل 35 سعر حراري لكل كيلو جرام. الاسهل والايسر والادق واللي ما فيهاش غلبه كتير المعادلات، وبتعتمد كمان على الوزن الفعلي. يعني انا هاخد الرقم بتاع الوزن سواء عندك سمنه او نحافه او ايا كان وزنك، باخد الرقم بدخله في معادله معينه، والمعادله دي هي اللي بتحسب لي. اسهل وابسط معادله وادق معادله للحساب ميفلين ايكويشن، MIFFLIN، ميفلين ايكويشن. معادله ميفلين دي ادق معادله لحساب السعرات الحراريه للانسان، ومعترفه في امريكا ومعترفه من وزاره الصحه العالميه. فبالتالي ممكن نعتمد عليها في حساب السعرات الحراريه وتيسيرا للناس اللي هي موجوده اصلا. لو انت بس دخلت على جوجل كتبت ميفلين كالكوليتر هتطلع لك حاسبات كتير بتدخل بس الداتا بتاعتك، هي المعاملات بتاعتها عباره عن السن، الوزن، الطول، الجنس سواء ذكر او انثى، بتدخل التفاصيل بتاعتك وهو بيحسب لك الكالوريز اللي حضرتك محتاجها.